اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنكمل مع بعض سلسله تعلم سي بلس بلس. الفيديو ده مهم جدا لانه هيفتح لك باب كبير لفهم القرارات جوه البرنامج. موضوعنا النهارده هو اللوجيكال اوبريتورز او بالعربي العوامل المنطقيه. يلا نبدا. حابه بس امهد لكم تمهيد بسيط كده عن ايه هي العوامل المنطقيه او اللوجيكال اوبريتورز. هي بتخلينا نربط بين اكتر من شرط في نفس الوقت، والنتيجه دايما بتطلع يا ترو يا فولس. طيب ايه هي انواع اللوجيكال اوبريتورز في سي بلس بلس؟ عندي 3 انواع. اول حاجة الاند اللي بتتكتب بالطريقة دي، والاور اللي بتتكتب بالطريقة دي، والنوت بتتكتب بالطريقة دي علامة تعجب. اوكي، اول حاجة هتكلم عليها وهي الاند، ودي عبارة عن ان هو بيرجع ترو لو الشرطين صح. انا قلت ان انا بدمج بين الشروط بطريقة اللوجيكال اوبريتورز دي، انا بستخدمهم في دمج الشروط او ان انا اجمع بين اكتر من شرط. انا لو دلوقتي الشرطين عندي اتحققوا، الاند بترجع لي ترو. طيب خلونا ناخد مثال كده بسرعة نفهم يعني ايه اساسا اند. مثلا هعمل انت age بيكوال مثلا 20. اوكي، ومثلا بول has id هخليها بترو، وقلنا قبل كده البول دي نوع من الداتا تايب بترجع ترو او فولس. تمام، عايزة بقى ادمج بين الشرطين دول، فهقول اف الايج اكبر من او بيساوي مثلا 18 and اللي بتتكتب بالعلامة دي has id. معنى ان انا كاتبة has id كده لوحدها كده ان يعني لو قيمتها بواحد، اوكي، او قيمتها بترو، هنسي out you can enter مثلا. اوكي، دلوقتي هو هيشوف ايه بقى اللي حاصل. الايدج دي الشرط بتاعها اتحقق، يعني هل الايدج اكبر من او بيساوي 18؟ فطبعا الشرط ده متحقق لان الايدج عندي ب20. طيب وهل هو معاه اي دي؟ ترو برضو، فالشرطين دول متحققين، فبالتالي هيخش على اللي جوه الاف ينفذه. تمام، هنجرب كده نرن كنترول F5. طبع لي اللي جوه الاف عشان الشرطين اتحققوا. طيب لو شرط بس ما اتحققش هيعمل ايه وقتها؟ يعني مثلا خلي دي فولس ونشوف هو هيعمل ايه. كنترول F5، ما طبعليش حاجة لان انا شرطي ما اتحققش بالكامل. الاند عندي معناها لما ترجع لي ترو يكونوا الشرطين اللي انا اديتهم لك يكونوا الاتنين متحققين عشان اعرف ارجع لك ترو. تمام. طيب تاني حاجة هتكلم عليها وهي الاور، اللي هي بتكون بمعنى ان انا دلوقتي عندي شرطين، لو واحد على الاقل اتحقق يبقى رجع لي ترو، الاتنين اتحققوا تمام هيرجع لي ترو، بس على الاقل لازم واحد يتحقق. طيب خلونا ناخد مثال كده، مثلا int score هنقول السكور ده ب85. ماشي، هقوله دلوقتي if السكور اكبر من 90 or السكور بيكوال 85. هتعمل ايه وقتها؟ نطبع مثلا you passed. اوكي، كنترول F5، طبع لي you passed. ليه بقى؟ فهو شايف هنا هل السكور اكبر من 90؟ لا، طب اول سكور بيساوي 85 فرجع لي true. تمام.
طيب تالت حاجة حابة اتكلم عليها وهي النوت، اللي هي بتكون عبارة عن عكس اللي انا عايزاه بالظبط. يعني لو ترو خليها لي فولس، لو فولس خليها لي ترو، زي مثلا زرار السويتش كده. اوكي، مثلا هناخد مثال بول ايه مثلا بيساوي ترو، اوكي، وبول بي بيساوي فولس. تمام، هنسي اوت not A see out not B. A كانت بترو و B بفولس. اوكي، دلوقتي لما احط لها النوت هتخرج لي ال A بفولس وال B بترو. كنترول F5. تمام، 0 و 1 يعني 0 هي الفولس بتساوي الفولس، و 1 هي بتساوي ترو. اوكي، فهي زي ما قلت زي زرار السويتش. طيب ده اساسا جاي من حاجة اسمها تروث تيبل. اوكي، تروث تيبل ده عبارة عن ايه؟ هو دلوقتي مديني مثلا عندي A وعندي B. دلوقتي عشان يجمع كل الحالات فهو بيعمل ايه؟ بيشوف الاول انا عندي مثلا A و B دول كده متغيرين، عشان اشوف كل حالاتهم. يعني لما دي تبقى مرة بترو دي تبقى مرة بفولس، ولما دي بفولس وفولس وهكذا بقى، بيشوف كل الحالات. فهو بيعمل ايه؟ انا عندي دلوقتي متغيرين ال A وال B، بجيب 2 أس 2. اوكي، 2 ده محطوط دايما اساس، الاس بيساوي عدد المتغيرات، فانا 2 أس 2 اللي هم عدد متغيراتي ب4. فانا دلوقتي عندي 4 حالات. اوكي، بيترتبوا ازاي؟ عبارة عن ان انا بمسك اول متغير انصص عدد الحالات اللي عندي. دلوقتي انا عندي 4، هيبقى 2 منهم ترو فوق، كل اللي فوق هيبقى ترو، و2 الباقيين اللي هما من ال4 حالات نص ونص طبعا هيبقوا فولس. همشي بقى على المتغير اللي بعديه، اعمل مرة ترو مرة فولس، مرة ترو مرة فولس، كده انا جبت كل الحالات. تمام، فانا عندي دلوقتي لو ترو وترو في الاند، قلنا الاند بيحتاج الشرطين يتحققوا عشان يبقى ترو. اوكي، ففي باقي الحالات من غير ما اكمل انا عندي مرة ترو مرة فولس، مرة فولس مرة ترو، مرة فولس مرة فولس. اي فرصة عندي هشوفها الاند مش هيعدي عليها، هو لازم الاتنين يكونوا بترو. تمام، الاور بقى طالما في كلمة ترو في اي حالة هو تمام، هو ترو. انما في حالة ان الاتنين فولس هو هيخرج لي طبعا ايه؟ فولس. دي كده الاور. اوكي، النوت بقى بيعكس لي، هو دلوقتي عامل على الاي نوت الاي عندي ترو ترو وبعد كده فولس فولس، فهو عكسها لي خلى الفولس فوق والترو تحت. اوكي، يعني الترو خلاها فولس والترو التانية خلاها فولس، والفولس الأخيرة واللي قبل الأخيرة خلاهم ترو. تمام، عشان هو بيعكس القيمة اللي طالعة. تمام، ده كده اسمه تروث تيبل. ان شاء الله هتاخدوه في مادة كده تانية تفهموا اكتر، بس انا كنت بشرح لكم بشكل مختصر عشان تفهموا اساسا ايه هي اللوجيكال اوبريتورز دي. تمام، طيب نعمل كده مثال عملي كده يعني فهمنا الموضوع اكتر. مثلا int age bool has ticket. اوكي، هنخلي بقى اليوزر هو اللي يدخل لي مدخلاته، وبناء عليها اقرر واطلع له نتيجة او اوتبوت. اوكي، فهنقول see out enter your age مثلا. cn age sorry see out do you have ticket. هحدد الموضوع اكتر، اقول له 1 for yes
for yes و 0 for no. تمام كده عشان يدخلي هو مدخلته. cn has ticket. طيب بناء عليه هعمل if age مثلا اكبر منها بيساوي 18 and بالمناسبة and ممكن تتكتب بالطريقة دي و or ممكن تتكتب بالطريقة دي. تمام، بس انا هخليها بالطريقة اللي هي بالرموز دي. اوكي، وبعد كده has ticket. طيب هتعمل ايه لو انت فوق 18 ومعاك تيكت؟ out welcome to the party. اوكي، else out sorry you can not enter. اوكي، خلونا بقى نعمل كنترول F5 وندخل مدخلاتنا. your age مثلا 20. لو انا معايا تيكت هنقول له 1. قال لي welcome to the party. اوكي، طيب خلونا نجرب تاني. مثلا لو انا دخلت له حاجة مش متحققة، مثلا الايدج هنخليها 16 ومعايا تيكت، يقول لي sorry you can't enter. اوكي، هنا استخدمنا الاند طبعا عشان نتأكد ان الشرطين هيتحققوا. وبكده نكون فهمنا اللوجيكال اوبريتورز الاند والاور والنوت في سي بلس بلس. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي.